النهارده بقى عامله لكم اختراع يا جماعه بجد خطير، طعمه حلو جدا ومش مكلف، وكمان بقى هتحضروه في ثانيه، بجد ما بياخدش وقت خالص، غير بقى شكله حلو جدا. يعني لو عندكم مناسبه او عيد ميلاد او حاجه تقدروا تعملوه، بجد هيعجب الناس قوي ومش هيصدقوا كمان ان انتوا عاملينه في البيت، ورغم انه معمول من 3 مكونات بس يا جماعه طعمه خطير. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. مش هحتاج اكتر من كريمه وكيكه توينكز والفراوله. عندي نص كيلو بقى من الفراوله، انا قطعتها مكعبات صغيره قوي كده. هضيف عليها ربع كوبايه من السكر وهقلبهم بقى مع بعض كويس جدا، وهسيبها على جنب علشان تنزل كل ميتها وتعمل صوص كده حلو قوي. بعد كده عندي ظرفين من كريمه دريم، اللي هم الظرفين الصغيرين، هضربهم مع نص كوبايه من اللبن الساقع. هضربهم كويس جدا على سرعه عاليه لحد ما الكريمه تبقى متماسكه معايا زي ما انتم شايفين كده. انا هستخدم قمع التشكيل ده، هبتدي ان انا احطه في كيس حلواني، وهفتح الكيس كده وهملاه بالكريمه اللي انا لسه عاملاها دلوقتي. لو انتم ما عندكمش كيس الحلواني ولا القمع عادي جدا، استخدموا اكياس السندوتشات او حتى استخدموا المعلقه. وبس كده حطيت الكريمه بتاعتي، هخرج اي هواء من الكيس، وبعد كده هقص بقى الكيس زي ما انتم شايفين كده. وبس كده بقى جاهز عندي للتشكيل. بعد كده هجيب بقى كيكه توينكس، طبعا كلنا بنحبها. هبتدي ان انا اقطعها كده قطع تبقى صغيره، بس مش صغيره قوي يا جماعه، تبقى بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. وادي الفراوله بتاعتي بقت جاهزه، نزلت كل الميه بتاعتها وعملت صوص حلو قوي. هجيب بقى الكوبايات دي، كانت عندي كوبايات اكليريك او استخدموا اي كوبايات عندكم. هبتدي الاول احط طبقه من التوينكس، وبعد كده طبقه من الفراوله اللي انا كنت عاملاها. عايزه اقول لكم الصوص بتاع الفراوله بينزل على التوينكس وبجد بيخليها طريه وحلوه قوي. وبعد كده طبقه بقى من الكريمه، وهعيد الطبقات تاني، طبقه من التوينكس وطبقه من الفراوله، واخر طبقه بقى كده عملتها بالكريمه، وشكلت بقى الكوبايه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. علشان كده انا استخدمت القمع. لو انتم مش فارق معاكم التشكيل، بلاش خالص تستخدموا القمع، وخلي الدنيا سهله وكل حاجه بتنفع. بس كده. وفي الاخر خالص حطيت بقى واحده كده من الفراوله الفريش، وادي بقى شكل الكوبايه النهائي، بجد تحفه. شايفين قد ايه شكلها شيك، والطبقات بجد شكلها حلو قوي. انا عايزه اقول لكم الكميه دي تعمل لكم 5 أو 6 كمان من نفس حجم الكوبايه. الكوبايه يا جماعه مش صغيره خالص، الكوبايه تنفع لفرد واحد، بس مقاسها حلو جدا، يعني مش صغيره قوي. بجد اقتصاديه، طعمها تحفه، تحسوا ان انتوا كده جايبينها من بره بتاكلوا حاجه فريش، سكرها مظبوط قوي. يلا بقى جربوها وابعتولي الصور، انا واثقه انها هتعجبكم جدا. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.